أشرف على تدريب فريق الفتح لكرة القدم ل3 مواسم من العام 1976 وحتى 1978 ميلادية. شيد خلال هذه الفترة أركان كرة القدم على أسس علمية أثمرت عن فريق قوي جدا وضع له بصمة في كل مشاركة. مبدئيا ما كانش ليا يعني رغبة في إن أسافر يعني، وبعدين قلنا نشوف الوضع إيه اللي مشاني. أولا كان في يعني مودة غير عادية وفي كل حاجة كويسة، ما عدا إن أنا بعمل فرقة وفعلا عايز أعمل فرقة، مش حكاية إن أنا ألعب مباراة مع هاجر وهاجر حتى لو أنت هاجر معلش حتى لا، أنا كنت مصمم ومصر على إن نادي الفتح يبقى كويس، لأن كان في عناصر غير عادية. ما كانش خد الفتح، ما كانش خد بطولة المنطقة خالص. والله يعني مش هتصدقني، الفريق كله كان جروب يعني، وتعملوا حاجات ما كانتش بتتعمل، مش فنيا بس يعني، فنيا واجتماعيا وثقافيا. وانا اعيا يبقى مرض، يبقى يروح يزور يعني بقت والغالب ان انتوا اخوان واهل وكده بتبقى سهله. عبد الله عبيدان اللي جايبه النادي، وعبد العزيز العبيدان كان حارس مرمى، فقلت له انا محتاجك عايزك يعني. قال لي ثاني يوم انا في التمرين يا كابتن. قلت لهم بصوا، كلام شرف، لو انا هاجي مرة ثانية عشان الفتح، انا هاجي الفتح ان شاء الله، انما غير الفتح انا مش هاجي السعودية خالص.